اللي جيري في دايمًا بيركّز عليه، يعني إيه تعمل content لمدة ساعة مثلًا أو تعمل محتوى لمدة ساعة أو ساعتين حسب الوقت اللي أنت بتعمله، أو لو أنت مثلًا بتعمل فيديوهات vlog على اليوتيوب، تقدر تاخد shorts من الفيديوهات بتاعة اللي بتاعتك اللي على اليوتيوب، وتقدر تقصّها بالAI دلوقتي أو تعمل لها edit بسيط وتمنتجها تاني. الكلام ده بيوفّر عليك وقت وجهد كبير جدًا. إنك تقعد ساعة واحدة بس تركّز فيها في المحتوى بتاعك، في كل كلمة أنت بتقولها، وتطلّع كلام يعني يكون طالع بقى، عارف أنت بتخش في الflow أو في الحالة بتاعة اللي هو عقلك خلاص بيبقى سارح كده، فأنت قاعد بقى الكلام بيطلع تلقائي من تلقاء نفسك. مش محتاج تفكّر كتير في الكلام، خلاص أنت حضّرت وعارف الكلام اللي أنت هتقوله. إنك تقعد ساعة بس تحضّر للمحتوى بتاعك في قعدة واحدة، في جلسة واحدة، تضبيط الإضاءة مرّة واحدة، كل حاجة بتخلص في مرّة واحدة بس، وتبقى على مدار الشهر أنت عمّال تنزّل محتوى مستمر، على الأقل كل يوم بتنزّل فيديو واحد بس، في بيقول لك نزّل 10 في 7 منصات مختلفة، يعني يا أخي اتقي ربنا شوية لو أنت ما بتنزّلش content خالص لحد النهارده. ودي واحدة من الحلقات بتاعته اللي بتتكلم عن إزاي تعمل محتوى لمرّة واحدة ويعيش معاك على طول. لو عايز لينك الحلقة اكتب لي في التعليقات Gary V وأنا هابعت لك الحلقة على الخاص، أشوفكم على خير.